ثانية واحدة. براحتك. هو بيقول لك لازم تعمل كده الأول عشان اكيد. صح؟ واضح ان حضرتك خبره. بدل ما تروح لبتاع البرفان بقى ويقعد انت ماشي في الشارع يقول لك خد شم دي والكلام ده، لا بتاع البرفان بيجي لك دليفري. يعني احنا في 2025 دلوقتي بتوع البرفان بيطلعوا لك البيت ويتجرب البرفن وشغل فاخر من الاخر يا جماعه، دي احنا اتمدنا قوي. حلوه. هو مع حضرتك حد في البيت؟ بنتي جوه في طب اندهي لها برضه ايه تشوفي رايها على مهلك بس يا استاذه مالك. مش بقول لك مش بغير طب البراند بتاعي. اندهي لها. شوفي الراجل احسن ضغط فجأة كده، عندي حساسية باين عليا. فعلا حضرتك هي خبره، شمت البرفن من هنا وداخت وهتقع. انت حاطط في البرفن ده ايه ولا انت حاطط فيه ايه؟ ولا حاطط في البرفن ده بنج؟ ولا انت شكلك انت مستغربك خالص. ولا ايه؟ استاذه هيلين عامله ايه؟ الحمد لله. بصي هو انا من شركه برفيوم جديده فكنت بعرض على طبعا الفنانه زي ما انتم شايفين شمت البرفن، قالت له انا دخت قوي، قال لها في حد موجود؟ قالت له اختي موجوده، قال لها هاتيه عشان تشم. انت عمال كل شويه بترش البرفن، مش فاهم يا ابني؟ وفي حد بتاع برفن بيعدي على البيوت يا ابني؟ انت بتشتغلنا. طبعا الفنانه ايه عامله الدور بالظبط، شمت الشمه من هنا ومفروض تقع، لا دخلت اتمشت وراحت قاعده على الكنبه نايمه. طبعا ده تمثيل مليون في المية يا جماعة. ما كل اللي انتوا شايفينه ده افلام هندي من الدرجة الاولى يعني.